تعالى انت. يلا السلاح. ماهر السيد هنيد ابو خليل، ايام محمد انور حموده 22 بدائره مركز شرطه ميكروباص محافظه كفر الشيخ، قتل المجني عليه نادر السيد هنيد ابو خليل شقيق الاول وزوج الثانيه عمدا مع سبق الاصرار والترصد، لان بيت النيه وعقد العزم المصمم عليه، فاعد المتهم الاول لذلك اداه. حضر المتهم الاول وما انذر بالمجني عليه حتى انهال عليه ضربا بان كان له عده ضربات براسه، مستخدما في ذلك الاداء انفه البيان، فسقط ارضا مغشيا عليه، ثم عجله بعده ضربات على وجهه مستخدما في ذلك اداء اخرى قالت كوب، محدثا اصابته الموصوفه بتقرير مصلحه الطب الشرعي والتي اودت لحياته، قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالاوراق. احرز المتهم الاول وحازت المتهمه الثانيه اداتين بوريك وقالت كوب مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص، وقد استخدمهما المتهم الاول في اتمام جريمته المتفق عليها مع المتهمه الثانيه محل الاتهام السابق على النحو المبين بالاوراق. فين ماهر؟ يا ريس. ايوه تبدا. لو سمحت يا ريس انا عايز اتكلم لشيء من تحت. نعم. انت ونيره قتلت اخوك؟ نعم. المتهم الاول انكر. يا نيره قتلت جوزك انت الولد ده؟ حضرتك انا فعلا غلطت في الاول معاه، بس والله العظيم انا ماليش دعوه بموضوع القتل ولا حرضته ولا اعرف ان هو كان ناوي على قتل ولا اي حاجه من دي. انا هقتل جوزي ده ولا اتفق معاه على قتله لا. امال مين اللي قتله؟ هو قتله بس انا ما اعرفش ان هو ناوي على قتل. والمتهمه الثانيه قررت انها لم تكن تعلم ان المتهم الاول كان ناويا على قتل زوجها المجني عليه، وانه اي المتهم الاول هو من قام بقتل زوجها. كنت معاه وهو بيقتله؟ شفتيه بيقتله؟ ايوه لان الدنيا كانت وكان ذلك امامها وحضرت واقعت ارتكاب المتهم الاول للجريمه وقتله شقيقه المجني عليه. والنيابه تطالب بتطبيق مواد الاتهام الوارده بامر الاحاله. يا احمد مدعي بالحق المدني عن الزوجه طلب توقيع اقصى العقوبه على المتهمات، وانضم للنيابه العامه بطلباته